يلا بقى لو عندك بيضة واحدة في التلاجة، تعالي بقى وأنا هاقول لِك تعملي أحلى كيكة هشة وتحفة وجميلة جدًا، جدًا. يلا بقى نبدأ نعملها مع بعض، سهلة وبسيطة أوي، 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 المكونات كلها بقايا حاجات باقية في المطبخ. بُصّوا بقى دي نُص كوباية سكر، وعليها نُص كوباية زيت، وبيضة واحدة بس، تمام؟ دي بقى كوباية لبن، أنا مقلبة في كوباية اللبن معلقة فانيليا برتقان، ممكن أنتِ ما تحطيش فانيليا برتقان، تمام؟ تحطي بقى اللبن واحدة، واحدة كده على المكونات دي، ممكن تحطي فانيليا عادية جدًا، أو ممكن تستبدلي اللبن بعصير برتقان، يعني ممكن نستبدل اللبن ونحط عصير برتقان، ونقلب بقى واحدة، واحدة كده، ولا خلاط ولا أي حاجة خالص، ما فيش أسهل من كده. يالّا بقى قومي جربيها وفرّحي ولادِك كده بيها، تحفة وجميلة وبسيطة أوي. دي بقى كوباية ونُص دقيق، هاحط عليهم معلقة بيكنج باودر، وهاقلب كويس أوي، تمام؟ الدقيق ده طبعًا أنا نخلاه كويس، وهانزل بقى بالدقيق وأقلب بقى إيه، في اتجاه واحد، أقلب كويس جدًا. المفروض بقى إن أنا كنت هاحط إيه، أنا عايزة أحط في الكيك ده بشر ليمونة صغيرة، بس أنا نسيته فحطيته في الآخر، ممكن يعني تحطيه وأنتِ بتعملي في البداية تحطيها، أنا نسيت حاطاه في الآخر. الليمون يا جماعة بيفرق جدًا، جدًا، وبيخلّي الكيك فاتح كده وتحفة، تحفة، ومش بيبان طعمه أبدًا، وبيعمل طعم تحفة ومش بيبان إن هو ليمون خالص، جربوه حلو أوي، أوي. معلقة خل برضه كمان، بس. كده كان خلاص الكيك بقى كان خلاص خلّصته، هاحطه بقى في صينية، طبعًا أنا الصينية دي حاطة فيها زبدة ودهناها دهناها بالزبدة، وحاطة فيها إيه، دقيق، علشان ما تلزقش فيها وتطلع قطع بقى سليمة كده وحلوة. هنا بقى نزّلت الخليط فيها، الكيكة دي بتبقى هشة أوي، أوي، أوي وبسيطة أوي. هادخّلها بقى على الفرن على درجة حرارة 180، مش هافتح عليها الفرن طبعًا غير لمّا تستوي كويس، وبعد كده أولّع عليها الشواية وتطلع بالشكل التحفة ده. الكيكة دي بتبقى خفيفة أوي كده وتحفة. أنا بقى خلّصتها كنت باقطّعها طلعت من الفرن بالشكل الجميل أوي ده، جرّبوها وقولوا لي بقى رأيكم فيها، دي سهلة وبسيطة جدًا، جدًا، حبيت أقول لكم على الطريقة دي، دي سهلة ومكوناتها سهلة أوي، أوي، يعني ممكن لو عندِك بيضة واحدة بس وكوباية دقيق، يالّا قومي بقى واعملي أحلى كيكة، لو عندِك كوباية ونُص دقيق بس، تمام، يالّا جرّبيها بقى وما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.